هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 2 أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار. وضمن برنامج متابعات لهذا اليوم نسلط الضوء على آخر تطورات الموقف التفاوضي حول سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تشديد الحراسة في أحد أحياء العاصمة أسمرة. ترحيل مجموعة من المهاجرين من ليبيا إلى رواندا. جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة. حلول الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأخيرا مساعدات اقتصادية فرنسية للسودان. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل أبرز عناوين نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر إذاعة أرينا بأن المنطقة الواقعة بين فندق لايون وسبيس 2000 والمعروفة بإنداج جنرالات، أي سكن الضباط، تم تشديد الحراسة فيها، حيث تقوم دوريات عسكرية بتفتيش المارة والسيارات. ولم تحدد المصادر الأسباب التي دفعت إلى تشديد الحراسة في تلك الآونة الأخيرة. وقالت المصادر بأن حملات التفتيش والحراسة هذه تشبه الحملات التي كان يقوم بها الدرق الإثيوبي قبل سقوط العاصمة أسمرة في مطلع التسعينات. أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنها قامت في 26 من شهر سبتمبر المنصرم بترحيل 66 مهاجرا أفريقيا إلى رواندا، وأغلب هؤلاء هم من الصومال وإريتريا والسودان. وقالت المفوضية بأنها أعدت لهم معسكرا يسمح بإيواء ما يزيد عن 500 شخص. وجاء هذا الترحيل بموجب الاتفاق الأخير بين المفوضية وجمهورية رواندا، والتي سمحت للمهاجرين من ليبيا من الوصول إليها. وتفيد المنظمة بأن العدد الإجمالي للاجئين في ليبيا يصل إلى 3000 مهاجر يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، ولكن المرجح أن العدد يزيد عن ذلك الرقم بكثير. من المتوقع أن تبدأ يوم غد جولة أخرى من المفاوضات الثلاثية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم من أجل مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بملء سد النهضة، وهو الأمر الذي أوصل المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا إلى طريق مسدود، حيث تطلب القاهرة بمد فترة ملء الخزان، بينما تحاول أديس أبابا تقصيرها دون التوصل إلى حل لهذه المسألة التي قد تدفع المفاوضات إلى التوقف تماما. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج متابعات. تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وتتزامن الذكرى مع حملات في واشنطن لتقديم المسؤولين للعدالة. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح في لقاء له مع برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير بأنه لم يقم بقتل الصحفي السعودي، ولكنه حريص على تقديم الجناة إلى العدالة. وضمن نفس هذا السياق تتعرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتقادات متزايدة حول تجاهلها مقتل الصحفي السعودي. وكان مؤتمرا دوليا لصحافة التحقيقات قد عقد مؤخرا في مدينة هامبورغ الألمانية قد أفرد مساحة لتناول أوضاع حرية الصحافة في السعودية. في مؤتمر صحفي مشترك
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لمنح السودان قرض بقيمة 60 مليون يورو على وجه السرعة لمواجهة أوضاع البلاد الاقتصادية الملحة. من ناحية أخرى، أثمرت زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى باريس عن لقاء جمعه مع عبد الواحد محمد نور قائد حركة تحرير السودان والذي يقيم في باريس. وتم اللقاء في وزارة الخارجية الفرنسية وبترتيب فرنسي. وقال عبد الواحد في بيان أصدره المسؤول الإعلامي لحركته بأن اللقاء لم يكن رسميا وهدف إلى التفاهم والتعرف على وجهات النظر. وقال بأن اللقاء يمثل فرصة للقاءات مستقبلية يمكن البناء عليها. وتظل تحديات السلام والاقتصاد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه رئيس الوزراء السوداني خلال الفترة الانتقالية. وكان حمدوك الموظف الأممي السابق قد صرح بأن السودان بحاجة إلى مساعدات اقتصادية تقدر ب8 مليارات دولار. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر من باريس نكون وإياكم مستمعين ومستمعات الأفاضل قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تشديد الحراسة في أحد أحياء العاصمة أسمرة. ترحيل مجموعة من المهاجرين من ليبيا إلى رواندا. جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة. حلول الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ومساعدات اقتصادية فرنسية للسودان. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لكم من إذاعة إرنا، ومتابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وفيما يلي وضمن برنامج متابعات الأسبوعي نقدم لكم متابعة لأهم التطورات التي تلازم المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وهو تحت عنوان مصر وإثيوبيا السد الأزمة، كيف تغير القاهرة قواعد اللعبة، والتقرير من سكاي نيوز العربية. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرنا. تقول سكاي نيوز في متابعتها للمفاوضات حول سد النهضة بين إثيوبيا ومصر أنه على مدى سنوات لم يكتب لمفاوضات الدول المعنية بمشروع سد النهضة النجاح، حيث تعثرت جل الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وبعد التعثرات السابقة تقرر هذه المرة بدء اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية المستقلة المكونة من هذه الدول الثلاثة. وتخص الاجتماعات التي تستمر من 30 من ديسمبر إلى 3 من أكتوبر ملء وتشغيل سد النهضة. وكانت القاهرة قد شهدت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، ولكنها لم تحرز أي تقدم. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. مسار مشروع سد النهضة. مشروع سد النهضة الإثيوبي كان قد بدأ بمبادرة إثيوبية في سنة 2011، وبعدها بدأت الخلافات بين مصر وإثيوبيا تظهر بشأن تشغيل السد. فبحسب الخطة الإثيوبية سيتم اقتطاع نحو 15 مليار متر مكعب من المياه مع ملء خزان المياه في 3 سنوات. في المقابل ترفض مصر الخطة وتقول أن فترة 3 سنوات غير كافية لملء الخزان، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى 7 سنوات كاملة. هذه إذاعة إرنا. تأزم الموقف التفاوضي بين إثيوبيا ومصر، ولا يقتصر المقترح المصري على عدد سنوات ملء السد، بل اقترحت مصر أيضا المنظومة الهيدروليكية لإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السد العالي في مصر وسدود السودان، وهو المقترح الذي رفضته إثيوبيا. هناك مخاوف مصرية من آثار السد، حيث تقول مصر بأن تشغيل سد النهضة بشكل فردي سوف يشكل خطرا كبيرا على 90% من المياه التي تحصل عليها مصر، إضافة إلى إمكانية تدمير الآلاف من الأفدنة الزراعية. في هذا الصدد
قال مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف العشري أن حالة التنصل الإثيوبي وضعت القاهرة في موقف محرج، الأمر الذي جعلها تقرر تغيير أدوات اللعبة. وأضاف العشري في تصريحاته لسكاي نيوز العربية أن مصر ستسعى الآن لتوفير حلول جديدة، وهو ما يعني أن هذه السنة ستشهد فصولا أخرى في هذا الملف، إما قبول إثيوبيا أو اللجوء إلى الأمم المتحدة ومطالبة الشركاء الدوليين بتشكيل شبكة أمان للتعاطي المصري. وأعتقد أن التعاطي الدولي سيكون هو نهاية المطاف في هذه القضية. وأضاف بأن البعض يطالب بالتدخل العسكري، ولكن القاهرة غير راغبة في هذا الحل حسب قوله. وفيما يؤكد الرئيس المصري أن بلاده ليست ضد التنمية ولا تعارض إنشاء السدود بشرط عدم إلحاق الضرر بمصر. تشدد إثيوبيا من ناحيتها على أنها ماضية في خطط بناء السد الذي يعد الأكبر في التوليد الكهربائي في أفريقيا، ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحد من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى تقرير خبري تحت عنوان مصر وإثيوبيا والسد الأزمة، كيف تغير القاهرة قواعد اللعبة، وهو عن سكاي نيوز العربية، ويغطي حالة التأزم التي شهدتها المفاوضات المصرية السودانية الإثيوبية حول ملء خزان سد النهضة، وهو تمهيد للجولة التي سوف تستمر غدا لمناقشة نفس الموضوع. هذه إذاعة إرينا. وقبل أن نصل وإياكم إلى ختام فقرات برنامجنا، أقدم لكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تشديد الحراسة في أحد أحياء أسمرة. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأن المنطقة الواقعة بين فندق لايون وسبيس 2000 والمعروفة بإنداج جنرالات أي سكن الضباط تم تشديد الحراسة فيها، حيث تقوم دوريات عسكرية بتفتيش المارة والسيارات، ولم تحدد المصادر الأسباب التي دفعت إلى تشديد الحراسة في تلك الآونة الأخيرة. وقالت المصادر بأن حملات التفتيش والحراسة هذه تشبه الحملات التي كان يقوم بها الدرج الإثيوبي قبل سقوط العاصمة أسمرة في مطلع التسعينات. ترحيل مجموعة من المهاجرين من ليبيا إلى رواندا. أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأنها قامت في 26 من شهر سبتمبر المنصرم بترحيل 66 مهاجرا أفريقيا إلى رواندا، وهؤلاء أغلبهم من الصومال وإريتريا والسودان. وقالت المفوضية بأنها عدت لهم معسكرا يسمح بإيواء ما يزيد عن 500 شخص. جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة. من المتوقع أن تبدأ يوم غد جولة أخرى من المفاوضات الثلاثية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم من أجل مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بملء سد النهضة، وهو الأمر الذي أوصل المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا إلى طريق مسدود، حيث تطلب القاهرة بمد فترة ملء الخزان، بينما تحاول أديس أبابا من جانبها تقصيرها دون التوصل إلى حل هذه المسألة التي قد تدفع المفاوضات إلى التوقف تماما. حلول الذكرى الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتتزامن الذكرى هذا العام مع حملات في واشنطن لتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة. مساعدات اقتصادية فرنسية للسودان. في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء السوداني، أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن استعداد بلاده لمساعدة السودان من ناحية اقتصادية، وذلك بمنحه 60 مليون يورو على وجه السرعة لمواجهة أوضاع البلاد الاقتصادية. كان ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل الختام أيضا أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا
والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم مني فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.